السلام عليكم شيرات اهلين، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. قبل ما نبداو الوصفه تاعنا واللي هي سهله واقتصاديه، ماذا بكم شيرات لي جامل كومونتير والبارطاج امرا وليس فضلا. ونروحوا للوصفه. نبداو بالوصفه تاعنا. عندي جو حبات تاع البيض بدرجه حراره الغرفه. دائما كي نبغوا نخدموا لي كيك ولا لي موسكوتشو دائما البيض يكون دافي، ومن راه البرد رانا نخلوه في الكوزينه، هذا مكان ما تدخليش في الفريغو. زوج حبات بيض، رشه تاع الملح. من بعد نزيد نخلط السكر حتى يذوب لي. خلطي مليح يا مدام حتى يذوب لك السكر. المهم من بعد راح نبدا نزيد الزيت غير بشويه كما قلت لكم، العبار تاع الزيت ناقص صبع، ونبدا نخلط غير بشويه حتى ينسجموا لي كاع المكونات. ونفرغ العبار تاع الحليب تاعي راه دافي ما ديريش بارد، ونخلط لهم كاع مع بعض. من بعد راح نزيد مغرف صغيره تاع الخل، اي نوعيه عندك ديريها، مغرف تاع لافاني صغيره، ونخلطهم. هذاك الخل راح يعطينا طراوه للكيك تاعنا. ونزيد عبار تاع الفارينه، ونزيدو الفيرميسيل شوكولا. هنا الفيرميسيل اذا ما عندكش ما ديريهاش، عندك الزبيب ديري زبيب، كوكاو اي نوعيه تاع مكسرات ديريها، ما عندكش ما ديريش. زوج ساشيات تاع ليفيور شيميك، الوزن تاعهم 10 غرام، ونخلطهم كاع. ونبدا نزيد في الفرينه حتى نتحصل على القوام اللي راني باغيته، ما يكون ثقيل بزاف ما يكون خفيف بزاف. هنا العبار درت تاع الفرينه درت زوج عبار ونص، هذه هي في زوج حبات تاع بيض. ونجيبو المول تاعي اللي جاني دهنته بالدهان ورشيته بالفرينه. راني مسخنه الفور تاعي راه ديجا راه حامي، وندخلوها طيب. راح تدينا واحد 35 دقيقه حتى 40 دقيقه. من بعد ما طيب نريح بجهه تبرد، ونخدموا الكريمه اللي راح نحشو بها الكيك. عندي جوع تاع الحليب، ونزيد زوج مغارف تاع كاكاو بني، النوعيه تاعه تكون مليحه، زوج مغارف تاع لا مايزينا نشاء الذره، ونزيد زوج مغارف تاع السكر. هنا السكر نتيا تحكمي في القوام تاع الحلاوه، تبغيها حلوه ديري 3 حتى 4، تبغيها معتدله ديري زوج مغارف تاع السكر، انا كفاوني. ونديرها فوق النار حتى تثقال. نزيد عليها مغرف تاع دهان، ونزيد عليها شوكولا تاع الطلي. هنا شوكولا اذا ما عندكش ما ديريهاش، عندك ديريها، ما عندكش تنجمي تعوضيها بياغورت دانا ولا هذاك تاع شوكولا. المهم وراح نفرخها فوق الكيك بعد ما بردت لي. وهنا بعد ما فرغتها راح نخدم لا غاناش اللي راح نديره من الفوق. عندي شوكولا اي نوعيه عندك، زدت عليها شويه تاع الحليب وذوبتها في الميكرووند ولا فوق حمام مائي. من بعد نديرها فوق الكريمه اللي ديجا رانا فرغناها. والتزيين يبقى عندك حبيبتي. هنا التزيين تبغيها تخليها سامبل خليها، تبغي تزينيها لكن اختيار. المهم هذا الكيك يجي بزاف شباب وبنين، والبنه وهذيك لا كريم ما نحكي لكمش على البنه تاعها وفي الشباب كاع. المهم ان شاء الله تجربوا الوصفه يا شيرات. بغيت نبكي ديجا راني قطعت مورسو، بغيت نوريكم كيفاش القوام تاع حاجات وما لقيتش المقطع اللي كنت مصوراته، ما عليناش. المهم ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. تهلاو في رواحكم.